انا بسمع من الرجاله كتير بيقولوا ان انا اهلي مانعيني، اهلي بيقولوا لا، امي مش موافقه، عايز انزل الجيم والله، بس ابويا بيقول لي ان هو هيستنت الجروث بتاعي، بيقول لي ان انا مش هطول بسببه، مش عارف. لا اهلي بيقولوا لي ما استحملش ميه ساقعه عشان مش عارف ايه، اهلي بيقولوا لي لا ما ينفعش تصوم مش عارف ايه. نفسي ابقى ناجح، نفسي ابقى برودكتيف، بس اهلي دايما بيتخانقوا، مش عارف اعمل ايه. أنا مش عارف. ابو كده، انت مش طفل، انت ما بقتش طفل. مفيش حاجه اسمها اهلي بيعملوا كذا، اهلي بيقولوا كذا. اهلك ما بقوش عذر، حياتك مسؤوليتك انت. هل انت عايز تبقى ناجح ولا لا؟ مش هتفرق انت جاي من اسره شكلها عامل ازاي، لان في اغنياء من كل انواع الاسر. في ناس كانوا من اسره فقيره وبقوا اغنياء، وفي ناس من اسره ميدل كلاس وبقوا اغنياء، وفي ناس من اسره غنيه وبقوا اغنياء اكتر. عادي جدا، لان خد بالك ان الجيل، ناس كتير بتقعد تتريق على جين زي، على جين زي، جين زي هو المعفن مش عارف ايه. الجيل اللي قبلنا برضه خد بالك هو ديسابوينتمنت لاهلهم. اهلنا اغلبيتهم يعني مش كلهم ما وصلوش للاكسبكتيشنز اللي اهلهم كانوا عايزينهم، فاهم؟ يعني هم ديسابوينتمنت لاهلهم، واحنا بيقولوا ان احنا ديسابوينتمنت لاهلنا احنا كمان. يعني من يعني تقريبا اخر جيل كان يعتبر قوي هو الجيل اللي هو شارك في الحرب، اللي هو كان في الجيل اللي شاف الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، اللي هو تقريبا جدنا. يعني ابو ابوك وابو امك غالبا هم دول كانوا الناس الفعلا الرجاله الاقوياء فعلا، هم دول اللي كانوا خلوا اهلهم فخورين بيهم. لكن احنا غالبا مش اهلنا مش قوي يعني بقى. بعض اللي بيتفرجوا ده طبعا اهلهم هيكونوا ناس كويسه، ده مش برضه، ده خد بالك، ده مش تقليل من اهلنا. انت كده كده غصب عنك، سواء بتحب اهلك ما بتحبهمش، مرغم عليك تعاملهم باحترام وبادب، لان هم انت عايش تحت سقفهم. حتى لو هم مش ناجحين، حتى لو هم معهمش احسن فلوس، حتى لو هم مغيبين عن حاجات بديهيه جدا بالنسبه لك، هم اهلك تعاملهم باحترام وحب. هم اللي خلفوك، هم اللي ربوك، هم اللي اكلوك، هم اللي شربوك، هم اللي اهتموا بيك لحد اللحظه دي دلوقتي. هم اللي جايبين لك موبايل، وهم اللي جايبين لك نت عشان تتفرج على الفيديو ده دلوقتي. ولكن مع ده كله هم للاسف مش ناجحين. كدسوا حياتهم كلهم عشان يعملوا فلوس، وفي الاخر بعد 30 40 50 سنه لسه برضه ما عملوش فلوس، لسه برضه بيجروا ورا الفلوس، مش عارفين يلاقوا فلوس. مع ان الانتربرنورز، اللي هو انت عايز تبقى انتربرنور، عايز تبقى بزنس مان، عايز يبقى معاك بزنس صح، عايز تطز في الكليه، انت مش مهتم انك تبقى دكتور. ليه اقعد اعالج في الناس؟ انا مالي، انا مش عايز. لو انت عايز تعالج في الناس 100% خش جامعه الطب، ما فيش اي مشكله. لكن لو انت مش مهتم، انت كل اللي انت عايز تعمل فلوس، انت هتدخل ليه؟ انا مش عايز. ده كله عشان ترضي ابوك، عشان ابوك عايز يبقى اسمه ابو الدكتور، اسمه ان ابنه دكتور. هو ده يعني مغزى ان انت تضيع 7 سنين من حياتك وتشتغل شغلانه مش بتحبها لحد ما تموت؟ دي مش حياه، دي مش حاجه تتعاش، دي مش حاجه تعملها. هم مش ناجحين، يبقى ليه تمشي ورا كلامهم؟ على عكسك انت غالبا educated اكتر منهم دلوقتي، لان مع الوقت ما كانش في حاجه اسمها الانترنت. انت حرفيا تقدر تجيب احسن بحث من احسن جامعه عن اي توبيك انت عايزها، خصوصا لو انت على سيلف امبروفمنت، بتقرا كتب سيلف هيلب، وبتتفرج على بودكاستات زي البودكاست بتاع كريس ويليامسون، بتاع اندرو هيوبرمان، بتاع جوردن بيترسون. انت فاهم حاجات، انت educated عن حاجات هم عمرهم ما كانوا educated عليها. انت فاهم في البيزنس، انت فاهم في النيوتريشن، انت فاهم في التمرين، انت فاهم في حاجات هم عمرهم ما يفهموها. هم دايما عايزين الاحسن ليك، لكن الفكره ان هم مش عارفين ايه هو الاحسن ليك. هم اللي بيشوفوا الاحسن في عينيهم ايه وبيقولوه لك، بس الاحسن بالنسبه لهم هو انك تشتغل 9 to 5 سليف. غالبا لو انت دكتور هتشتغل يومين على الصاحي، دايما هتضحي بصحتك، هتضحي بكل حاجه عشان تعمل فلوس، عشان هم عملوا كده. هم فشلوا، عايزينك تفشل، عايزينك تبقى انجح منهم بشويه. يعني لو انت بتعمل 10000 جنيه اكتر من اللي ابوك بيعمله دلوقتي، هو هيعتبرك ناجح طالما ان انت داخل في كليه وبتاع. لكن هل انت تعتبر نفسك شخص ناجح لو انت بتعمل 50000 جنيه في الشهر؟ 50000 جنيه في الشهر انت اشتراك الجيم لوحده ب 1000 جنيه، فاهم؟ وهتخلف ومصاريف ودفع مدرسه وبتاع. لاغلبيه الناس 50000 جنيه في الشهر 50000 جنيه يا دين أوه، لو بعمل 50000 جنيه يا حياتي هتتغير. لا، حياتك مش هتتغير. 50000 جنيه ما تجيبش عربيه اصلا، دي ما تجيبش موتوسيكل. تجيب موتوسيكل معفن. ارخص عربيه دلوقتي هتلاقيها ب 170000 جنيه مثلا. انت عشان تشتري مثلا عربيه حلوه انت لازم تحوش 5 6 7 سنين عشان تجيب ثمنها، واغلبيه الناس بتحوش سنتين وتزهق، فتقوم جايه واخده قرض من البنك عشان تشتري عربيه هي ما تقدرش انها تشتريها، عشان منظر، عشان ده اللي اهله قالوا له يعملوه. اهلك هيخلوك تفشل لو انت مشيت ورا كلامهم، لكن في نفس الوقت انت لازم تحترمهم، ده الصعب. انا بحب اهلي، بحبهم فشخ، علاقتي بيهم كويسه جدا. لكن مع ده انا لسه فاهم ان انا فاهم في حاجات في حياتي اكتر مما هم يفهموا فيها. لسه بعملهم باحترام، لسه بمشي كلامهم. بس اللحظه اللي انت تبتدي فيها تعمل فلوس، تبني جسم احلامك، يبقى معاك تعمل في مرتب اكتر من ابوك وانت لسه ما دخلتش جامعه، لسه في المدرسه، ساعتها انت تقدر انك تتحكم في حياتك. لو مش عايز تدخل جامعه مش هتدخل، عايز تسافر بره تقدر.
مش عايز تشتري عربيه، عايز تشتري عربيه، عايز تشتري اي نوع تقدر، لان انت معاك فلوس، معاك جسم احلامك، وهتنيك تتمرن لحد اليوم اللي تموت وتتعلم. لكن الفكره ان اغلبيه الناس عايشين بمنظور الطفل ده، اللي هو انت لازم تسمع كلام بابي ومامي. احا خليني اقول لك على حاجه مظلمه شويه، هم هيتوفوا في يوم من الايام، ربنا يطول في عمرهم وربنا يديهم الصحه وكل حاجه، لكن في يوم من الايام نسبه كبيره قوي ان هم هيتوفوا وانت عندك لسه 40 50 60 سنه. اللي هيتبقى ساعتها ايه؟ حياتك كانت عامله ازاي؟ لان انت هتكمل من بعدهم كمان 30 40 50 سنه كمان، صح؟ يبقى في الحاله دي انت راضتهم لحد ال 50 سنه دي، طب وكمان ال 40 سنه اللي انت هتعيشهم دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت سوحت نفسك في شغلانه انت مش بتحبها، مع ست انت مش مهتم قوي بيها، بس هم قالوا لك لا كويسه كويسه جوزها حلو حلو، ما تتامرش ما تتامرش. مشيت ورا كل حاجه في كلامهم، دلوقتي توفوا، لكن حياتك لسه زي الخرا. ساعتها مش تبقى مهتم هم مرضيين ولا مش مرضيين، تبقى مهتم هل انا مسكت حياتي وعشتها زي ما انا عايز اعيش ولا لا. الناس بتسمع بر الوالدين متخيله ان ده معناه ان انت لازم تدخل الكليه اللي هم قالوا لك عليها. لا مؤاخذه، دي هتبان قله ادب، بس طز هم عايزيني ادخل ايه؟ لو انا عايز ادخل هندسه انا داخل هندسه. بر الوالدين معناه ان انت تحترمهم وتحبهم وتقدرهم. انت عايز تبقى ناجح ليه؟ علشان تريح اهلك من الشغل، عشان تريح ابوك من ان هو كاسر ظهره في دين الشغل ده اللي محدش مهتم بيه هناك، اللي بياخد مرتب خرع اللي هو بيشتغله. ان في واحد دلوقتي بيقعد يرقص على التيك توك، بيعمل فيديوهات اكتر، بيعمل فلوس اكتر منه. احنا عايزين الفلوس دي عشان نحررهم من العذاب اللي هم فيه اللي اسمه الشغل. عايزين نشتغل في بيزنس، مش عايزين نشتغل 9 to 5 شغل معفن، سواء حكومي او خاص، الاثنين برضو نفس الخوازيق عادي جدا. هو كده كده كل حاجه فيها خوازيق، الفكره انت عايز تاخد خوازيق انه شغل، خوازيق من البيزنس اللي ممكن يعمل لك حرفيا مليون دولار في الشهر كمان 20 سنه مثلا، ولا الشغل اللي هو المعفن اللي هو اشتغل دكتور في اي مستشفى اللي هو بعد 30 سنه شغل كدكتور بكتير قوي هيقبضوك 30,000 جنيه 50,000 جنيه. كده كده في خوازيق في الاثنين، بس الفكره انت هتريسك لمين؟ هتمشي في انهي طريق؟ انت لازم 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 تشتغل وتنجح، لان انت لو ما نجحتش هم حرفيا غالبا ما همش فلوس يتقاعدوا. دي مسؤوليتك انك تريحهم. لو انت عارف 100% ان وربنا، لان ربنا بيوريك اشارات، بيوريك طريق. لو انت شايف ان طريقك في البيزنس طز في الجامعه، خش البيزنس لان انت عندك مسؤوليه. لو هم هيمنعوك عن المسؤوليه دي طز فيهم. عارف ليه؟ عشان المسؤوليه دي هم، المسؤوليه دي ان انت تريحهم هم، لان لو هم تنهم نفس عايشين نفس حياه الشغل دي مش هيشوفوا ال70. انا ابويا شغال دكتور بيقعد باليومين صاحي، انا ممتن ليه وبحترمه جدا على اللي هو بيعمله ده كله عشان يوفر لي انا. لكن انا عايز اعمل فلوس باسرع وقت وبرقم كبير عشان اقعده، عشان على هذا ان هو يقعد 48 ساعه على الصاحي هو مش هيشوف ال70 بصراحه يعني. عايز الحقه، عايز اساعده، عايز اريحه شويه من الشغل اللي هو بيشتغله ده. حتى لو ما اقدرش ان انا اقعده من الشغل 100%، على الاقل اقدر اخليه ان هو يشتغل يعني 5 ايام في الاسبوع مثلا بدل طول الاسبوع، 8 ساعات في اليوم بدل ما هو يشتغل 48 ساعه شيفت متواصل. ايوه بس انا اهلي بيتخانقوا مش عارف ايه. انا اهلي حاليا انا في حاله طلاق، هما الاثنين بيطلقوا، انا بحب الاثنين كل حاجه، ما فيش اي حاجه. عارف ليه الموضوع مش عامل لي اي ازمه؟ عشان انا فاهم ان دي حياتي. لو انت في ناس غالبا بتتفرج على الفيديو ده اهلها متطلقين بيتطلقوا او في مشاكل ما بينهم. خليني اقول لك على حاجه، انت ما انتش البرايم مينستر، انت ما انتش وزير الوزراء بتاع الجواز. لو هم عايزين يتطلقوا يتطلقوا، لو هم عايزين يفضلوا مع بعض يفضلوا، دي مش مسؤوليتك انك تصلح ما بينهم، دي مسؤوليتهم هم، دي علاقتهم هم ببعض. دي المايند سيت اللي عدتني حرفيا من موقف ممكن يكسر اغلبيه الناس. ابوك وامك يطلقوا، انا بصيت عليها اللي هو قلت فاهم، برضه هروح الجيم، برضه هقعد ابني بيزنس، برضه هقعد اشتغل مع حد، موجودين مع بعض او مش مع بعض، هو برضه ابويا وهي امي بعدين يعني. ايوه بس هما بيتخانقوا مع بعض قدامي وانا لما اسمعهم بيتخانقوا بيزعلوا. هو انت مش ستويك؟ هو انت مش اتعلمت عن الستويسيزم؟ هو انت مش اتعلمت عن الثبات؟ هو انت مش اتعلمت ان مفيش، ان ربنا ما بيحطكش في سيتويشن الا وهو عارف ان انت تقدر تعدي منها، وانت اللي بتختار انك تبوسي اوت؟ طب ليه ما تطبقش كده هنا؟ لان هي فعلا فعلا هي ما هياش مسؤوليتك ان انت تصلح ما بينهم. طبعا لو تقدر اعمل اللي عليك، بس في الحالتين انت تعملهم باحترام وادب، لان هم اهلك. عيش زي ما انت عايز تعيش، ما تعيش زي ما هم عايزينك تعيش. انت شايف ان انت عايز تبقى كده ابقى كده، انت شايف ان انت عايز تبقى كده ابقى كده. طبعا خد رايهم وشوف نصيحتهم ايه، لان برضو هم برضو عايزين الاحسن ليك. بس الفكره هل هم عارفين الاحسن ده ولا لا؟ في الحاجات اللي هم يفهموا فيها خد منهم رايهم طبعا واسمع كلامهم، لان هم عايزين الاحسن ليك.
بس لما تبقى حاجه هم ما لهمش دخل فيها، وهم مش او انت عارف اكتر منهم فيها وانت عارف كده كويس، طز. هم شايفين ان لا الطريق ده مش كويس، طز. انت شايف ان هو صح، حسبتها في دماغك، فكرت براشن، سالت نفسك هل ده فعلا الطريق الصح؟ هل ربنا هيفتح لي الطريق ده؟ هل ربنا هيوفقني في الطريق ده؟ وانت شايف انه طز، امشي فيه. فشلت، عادي، دي حياتك في الاخر. عيد تاني، جرب تاني، حاول تاني، لان كده كده انت هتجرب حاجات كتير وهتفشل في حاجات كتير لحد ما تلاقي حاجه تنجح. دي حاجه لازم تتقبلها. اي حاجه فيها فشل، هتشتغل دكتور، هتشتغل في مستشفى، كل ما تشتغل تلاقي نفسك هوب اتكرشت، عادي جدا. مهندس نفس الكلام، بيزنس مان نفس الكلام، هتيجي تجرب حاجه في البيزنس تلاقيها فشلت، لازم ترجع تبني حاجه تاني من جديد، لازم ترجع تصلح نفسك تاني من جديد، عادي جدا. الحياه فيها نزلات وطلعات. فانت ما فيش حاجه اسمها بيزنس ريسك فري. اي حاجه ريسك فري، اي حاجه قصدي ريسكي. انا ممكن اشتغل في الشغل هتكنش منه في اي لحظه، عادي جدا. ما تقولش لاهلك انت هتعمل ايه، نصيحه اخويه. ما تقولش لاهلك ان انت بتشتغل على بيزنس، او ما تقولهمش انت بتشتغل تعمل ايه، ما تقولهمش انت بتعمل ايه في وقتك ولا في يومك. وريهم بس الريزلتس. ما تقولهمش انت بتعمل ايه في التمرين، ما تقولهمش ان انت بتاخد كرياتين بتاع. لو تقدر انك تتعامل حرفيا من غير ما تشرح احسن. اتكلم بالريزلتس، وريه. يعني حرفيا ما تقولش ابوك، حرفيا لو تقدر انك ما تقولش لابوك او لمامتك او لاي حد خالص ان انت بتشتغل، مره واحده كده تقول لهم انا عملت اول 20,000 جنيه ليا اهي. احسن سيناريو، لان هم لحد ما يلاقوا ريزلت هينقضوك. ابويا هيتنيه ينقضني ينقضني ينقضني، لو انا اخترت ان انا مش هدخل جامعه ابويا يقعد ينقضني ينقضني ينقضني. لكن لو هو لقى مره واحده ان انا عملت 100,000 جنيه في الشهر، هي سيبني براحتي. هيبقى من جواه برضه عايز ندخل جامعه، بس اللي هو عارف ان انا خلاص بقيت تمام يعني. هم مش هيجوا يلحقوك في الاخر، انت المفروض تلحقهم. انت عليك مسؤوليه كبيره، ويا ريت تبقى قد المسؤوليه دي. ده مش وقت انك تقعد تلعب فيديو جيمز، وقت تعمل بتاع ايه، تقعد تتفرج على مسلسلات، تقعد مش عارف تعمل ايه. ده وقت ان انت تمسك حياتك، لو مش عشانك عشانهم هم، لو مش عشانهم هم عشان مراتك وعيالك المستقبلين. فانا كل الفيديو ده فادك، ديلك سبسكرايب، شير الفيديو لحد ما تستفيد منه. اشوفك الفيديو الجاي، باي.